اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده عملنا الاكل الجميل القمر اللي قدامكم ده، بسم الله ما شاء الله. عملنا لسان العصفور، شايفين كان عندي شويه لسان عصفور صغننه قوي، فقلت بقى زودتهم شويه الشعريه واعملهم لسان عصفور، طلعت جميله جدا مع لسان العصفور ما شاء الله. وعملنا كده كوسه، الكوسه اللي هي الكبيره اللي احنا طبعا كلنا بنغضب عنها، يا في ناس بتجيبها تعملها في صواني كده بصلصه وكده وبصل، وفي ناس بتجيبها تعملها مع صينيه البطاطس، لكن انا اول مره اجيبها وقلت بقى اجربها كده تجربه كده. شايفين منظر الكوسه جميل جدا. وعملت بقى فلفل حار برضو اللي هم الطوال دولت، كان جميل جدا. وبدات ان انا اخد كده واحطه في الاطباق اللي احنا عايزينه هناكله منه. بصراحه انا عندي بناتي بيموتوا في الرز ده، اللي بيتفضل بيحبوه قوي. فانا عملت بقيه الرز في القارب الصغير، وفرخه بلدي وزي ما قدام كده يا حبايبي، وعملت سلطه وعملت. وشايفين الفلفل ده، الفلفل بقى الحار، شايفين شكله وجماله ما شاء الله. وبدأت كده يا حبايبي، شوفي انا بوريكم الفلفل اهوت جميل جدا. ويلا بقى نشوف الفيديو ده اتعمل ازاي. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. اول حاجه كده معانا الكوسه، دولت كوستين كبار بقالهم اسبوع في التلاجة، فقلت انتوا قاعدين تعملوا ايه، تعالوا بقى نتصرف ونعمل اكله كده حلوه كده وجميله. عندي بناتي قالوا لا مش هناكلها، لكن بصراحه ساعه ما شافوها معموله في الفرن فعلا طاروا بيها واكلوا منه وانبسطوا قوي وقالوا يا ماما جميله. بجد كانت جميل جدا والفيديو كان جميل. مسكت كده الكوسه شرشرتها بالمقوره، وطبعا انا جبت القواره الرفيعه، لقيتها الكوسه كبيره عليها، ففي مقوره عندي كبيره شويه شرشرت بيها، والمعلقه برضو ما نفعتش، فبدات بالمقوره الكبيره ديت. بدات ان انا اطلع قلب الكوسه جزء جزء كده، عشان طبعا المقوره مش هتطول على جوه. الجزء اللي كنت بفضيه اول باول بقطعه كده بالسكينه واحط فيه القارب البايركس، وهبدا تاني افضي جزء تاني. شايفين كنت الاول مش معدوله، قلت بقى اتعدل قدامكم كده وابقى في وش الكاميرا علشان طبعا تشوفوا انا بعملها ازاي، بقورها ازاي. بدات ان أنا كل ما افضي جزء اقطع كده بالسكينه. طبعا حكايه الشرشره الكوسه ديت اعمليها قبل ما تقطعي في الكوسه، لان انت وانت بتشرشرها وهي مقطعه ممكن تتكسر منك، فانت كده مش ايه مش هتعرفي تتملكي فيها. فخليها الاول زي احنا ما عملنا كده في الاول. وبعد كده برضو خليتها برضو مسكت قلبها برضو تاني. كل حلقه من الكوسه طلعت برضو منها برضو شويه، لان بناتي بيحبوها رقيقه، كانت جميله جدا. وكده الفلفل الحار نضفت قلبه كده وطلعت كل البذور اللي فيه. حاجات سهله وبسيطه وما فيهاش اي افتكاسات وجميله جدا. والفلفل الرومي برضو طلعته قلبه كده زي ما قدامكم. وبدات كده ان انا ايه افضي كده. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه الخلطه بتاعتنا الجميله قمر دي. جبت بقى الرز كده يا حبايبي، انا عندي برد بقى وتعبانه بصراحه الحمد لله. جيت بقى غسلت الرز كده غسله كويسه على طول، وعملته على طول من غير ما يتنقع. وحطيت معلقه فلفل حار، معلقه هرسه شطه، والتوابل ملح وفلفل وجنزبيل، معلقتين ملح وبودره ثوم وتوابل مشكله، واللهم صل وبارك على سيدنا محمد، وبابريكا. وبدات ان انا احطهم كده على الرز. وكان عندنا الكزبره والشبت مقطعهم قطع صغيره فرم ناعم، وبدات ان انا احطهم على الرز. والصلصه كده زي ما قدامكم لونها جميل جدا ما شاء الله. الصلصه بقى كنت حطيت لها قطعه بنجر، طبعا انا مفرزاه في الفريزر البنجر ده مقطعاه شرايح، ان شاء الله اعمل لكم فيديو عليه واقول لكم الفوائد بتاعته. وبدات ان انا اقلب كل المكونات، شايفين منظر الصلصه جميله جدا. وبدات ان انا اقلب كل الخلطه مع بعضها، وجبت الفلفل الرومي بقى، وبدات ان انا املاه كده رز بالمعلقه. طبعا عادي خالص تشتغلي بالمعلقه مفيش اي مشكله. وبدات ان انا احط كده في القارب، وبدات ان انا اخد بمعلقه افضي في الكوسه، في قلب الكوسه وهي زي ما هي، بلاش نحركها زي ما هي خالص، ومش هتخرج من القارب، مش هتخرج من الكوسه ولا اي حاجه. طريقه سهله وبسيطه، وحشيت الفلفل الحار كمان. وزي ما قدامه كده بصراحه كان الاكل جميل جدا. سبحان الله يا العين بتاكل قبل البق. ومنظر الحاجه بصراحه بتشهي، وكل ما تعملي اكلك بحب تطلع جميله جدا من تحت ايدك، حتى لو كانت حاجه بسيطه عملتها بحب وباهتمام هتطلع جميله جدا. كده قلب الكوسه قطعته قطع صغيره، وجبته حطيته على الرز اللي اتبقى،
بعد ما حشيت كل المحشي والكوسه اللي عندي، وبدات ان انا اقلبه كده في بعضه، واحطه بقى في القارب البايركس. عندي القارب البايركس الصغير خالص، قلت بدل ما اولع الفرن فوق وتحت، لا انا هحطهم في القارب التاني، والقاربين يدخلوا الفرن مره يستووا مع بعض. وبدات كده ان انا اظبط الدنيا، وهروح بقى على البوتاجاز هنشوف هنعمل ايه. بدات ان انا اخد شويه ملح، وحطيت حطيت شويه ملح هنا وهنا، لان طبعا الكوسه عدبه ما فيهاش ملح، ناخد بالنا. فانا عملت حسابي ان انا ازود شويه ملح كمان عشان يبقى الطعم جميل، وما تحسيش ان هي عدبه او ملحها قليل. واللي عندي بقى شوربه كانت بايته، كانت عندي عندي بقى لها يومين، حطيتها في التلاجة، قلت هستعملها في محاشي او استعملها بها ملوخيه او باميه، وزي ما اتفقنا احلى من مرقه ماجي بكتير. وبدات ان انا احط كده اصب الشوربه على الرز، ويا دوبك الرز يكون ظاهر، ويا دوبك تكون الكوسه كده ظاهره، ما تكونش ما تغرقيش الحاجه شوربه، لا يا دوبك كده حاجه في القانونه، ونظرك وعينك، عشان طبعا انت عارفه ان الخضار ده وقلب الكوسه، والكوسه لسه بتجيب سوائل، فنعمل حسابنا ان الحاجه ديت فيها سوائل وكده. وبدات ان انا اغطيهم بورق الفويل، وحطيتهم في الفرن تحت خالص. ساعه ما يبداوا يشربوا ميتهم هنبدا نطلعهم على الشبكه، يا تحت الشوايه يا اما صاد الفرن يحمرهم انت وراحتك انت. جيت بقى على الحله كده على البوتاجاز، ومعايا ديك حلو شمورت حلو كده على قدنا، بسم الله ما شاء الله، انا عم مربيهم انا في البيت، فحلوه او فضل من ونعمه من عند ربنا. بدات ان انا احط معلقه زبده وثلاث فصوص حبهان، وبدات ان انا اقلب كده يا حبايبي لحد ما اخلي الفرخه كده لونها ذهبي فاتح، لونها ذهبي، مش اشوحها كده، لونها ذهبي فاتح. وابدا بقى زي ما انت قدامكم كده، وابدا ان انا احط ميه واسيبها بقى اغطيها تغلي، وهنرجع تاني نقش الريم مع بعضنا. طبعا انا كنت قشيت شويه ريم، فقلت بقى ايه اوريكم ان احنا نقش الريم. كل ما تقش الريم من على اللحمه او الفراخ او اي حاجه انت مسوياها، دي حركه كويسه بتدي نجاح للشوربه، وبتخلي الشوربه تبعك صافيه وصفرة وجميله. وابدا بقى ان انا احط كده ثلاث بصلات وطماطمتين صغننين ومقفولين، ما فتحتهمش طبعا عشان انا عايزه الشوربه تكون صفرة. وبدات كده ان انا ايه هسيبهم بقى، واحط بقى شويه ملح بالمره، وشويه فلفل صغيرين، علشان خاطر ايه، لان هي فراخ. لو لحمه طبعا هسيبها في الاخر. ورجعت تاني للقارب، لقيت القارب بتاع الرز خلاص شرب ميته، نقلته فوق على الشبكه ياخد وش بسيط كده، وينشف بقيه الميه والصوص اللي فيه. وادي القارب التاني فاضل فيه شويه ميه، سبته بقى وقفلت البوتاجاز عليه لحد ما ينضج كده معانا ويبقى حلو. جيت بقى عايزين نوفر في الزيت شويه وما نستهلكش الزيت في حاجات فاضيه، لا تعالوا بقى نعمل ان شاء الله، هعمل لكم فيديو جميل بالنسبه لاكلات كتيره احنا بنستغل الزيت كتير فيها، لا احنا بحاجات بسيطه هنبقى زيت قليل ان شاء الله. بدات ان انا اجيب معلقه صلصه وشويه فلفل وشويه معلقه زيت واحده، وجبت الفرشه وبقيت ادهن الفرخه اللي عندي كده، او اي لحمه او اي حاجه انت تشويها في الفرن، حمراها في الفرن بتبقى زي المشويه بالظبط، ده جميله جدا. وحمرتها في الفرن، وده منظر الاكل وجماله ما شاء الله. بجد العين بتاكل قبل البق فعلا. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، واي حد عايز يطلب اي حاجه يتفضل يكتبها لي في الكومنتات. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من ام منار. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.